طيب الله مساكم أينما كنتم سيداتي سادتي من تلفزيون دولة إريتريا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. فخامة الرئيس السياسي أفورقي يستقبل المبعوث الصيني لشرق دين الطلاب في الإقليم. تأهيل المرأة بالماشية في جلاس. بوتين يشيد بمراكز النفوذ الجديدة خلال قمة إقليمية آسيوية. الصين تفرض عقوبات على أمريكيين بسبب بيع أسلحة لتايوان. روسيا تجري مناورات بحرية مشتركة مع دولة نرويج في المحيط الهادي. إلى التفاصيل. استقبل فخامة الرئيس السياسي أفورقي مساء 16 من سبتمبر المبعوث الصيني الخاص لمنطقة القرن الأفريقي السفير شو بينغ ليبحث الطرفان القضايا الثنائية والإقليمية. وذكر فخامته في اللقاء الذي جرى بقاعة دندن أن هذه الزيارة تعتبر خطوة إضافية لتمتين العلاقات الاستراتيجية الإريترية الصينية، مشيرا إلى إرساء آفاق أرحب وأوضاع ملائمة في الوقت الراهن أفضل بكثير من الفترات السابقة، وتسهم بفعالية في تطوير العلاقة الاستراتيجية. تناول اللقاء الخطوات المتخذة لتطوير التعاون التنموي الجاري في أهم أولويات إريتريا، كما ناقش الطرفان التعاون التنموي وفق الترابط الاقتصادي الإقليمي. في الختام أعرب فخامة الرئيس السياسي أفورقي عن تمنياته لنجاح مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الذي يعقد الشهر القادم، مشيرا إلى أهميته الكبرى على المستوى العالمي. وحضر اللقاء من جانب إريتريا معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، ومستشار فخامة الرئيس السياسي أفورقي السيد يمان القبراب، وكذا مسؤول الشؤون الاقتصادية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حاغوس قبرهيوت. فيما حضر اللقاء من الجانب الصيني السفير الصيني في إريتريا كايجي. وصرح المبعوث الصيني الخاص بمنطقة القرن الأفريقي السفير شو بيغ لوكالة الأنباء الإريترية أن الهدف الرئيسي من زيارته هو تمتين العلاقات الاستراتيجية الإريترية الصينية من جهة، ومن جهة ثانية تأكيد جاهزية الصين للدفع بالجهود الحثيثة الجارية لإحلال السلام والتطور في منطقة القرن الأفريقي. وقال السفير شو أن منطقة القرن الأفريقي هي منطقة ذات استراتيجية مهمة، ومع ذلك عاشت دول هذه المنطقة فترات عصيبة جراء الأزمات والصراعات الناجمة عن أسباب مختلفة، مؤكدا جاهزية الصين للعب دور رائد وبناء بما يساعد ويقوي جهود دول المنطقة لتغيير ذلك إلى آفاق واسعة للسلام والتعاون المشترك. تجدر الإشارة أن الوفد الصيني الخاص بمنطقة القرن الأفريقي السفير شو بيغ قد قام بزيارة مماثلة إلى إريتريا في منتصف مارس الماضي. نظم مكتب التعليم في الإقليم الأوسط بالتعاون مع مركز التعليم والدراسات دورة تأهيلية في تقنية الكمبيوتر والروبوت وتدريب أولي في الموسيقى ل 142 طالبا من 19 مدرسة. وأوضح مسؤول مركز التعليم والدراسات في وزارة التعليم الأستاذ دسبالي محاري في مراسم التخريج في 17 من سبتمبر أن المركز الذي تأسس بتعاون وزارة التعليم ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية ومركز التوثيق والبحوث وإدارة الإقليم الأوسط يساعد الطلاب لاكتساب المعرفة النظرية والتطبيقية خلال الإجازة الصيفية. ودعا لانضواء المتدربين في الأندية المدرسية لإحداث التأثير الإيجابي على نظرائهم وتطوير قدراتهم. من جانبها أوضح مسؤول مكتب التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتقابر أن التطور يأتي بالعلم والمعرفة، ويجري العمل إلى جانب التعليم الأكاديمي لتدريب آلاف الطلاب مهنيا، مشددا على أهمية إقامة مركز التعليم والدراسات على مستوى الوطن والإقليم والمديرية وفي جميع المدارس. وأشار المعلمون على أهمية التدريب المقدم في حياة الطلاب، كما قدمت في المناسبة عروضا أعدها الطلاب المتدربون.
أحدث التأهيل المادي الذي وجدته المرأة الراعية للأسرة من الاتحاد الوطني للمرأة عام 2010 في ضاحية قلاس بمديرية حقات أحدثت تحسنا ملموسا في حياتهن المعيشية، وحققت معظم الأسر التي قدمت لها 5 رؤوس من الماعز والأغنام تغييرا إيجابيا في حياتها. وقالت السيدة الغانيش والدياسوس أن التأهيل الذي تلقته ب5 رؤوس من الماعز تكاثرت لتصل إلى 70 رأسا نتيجة الجهود والرعاية التي قامت بها. وذكرت السيدة تعباس فهل الذي بلغ عدد أغنامها 17 أنها خرجت من الاتكالية وتعيل أسرتها جيدا، وشكرت دعم الاتحاد الوطني للمرأة والإدارة. وأوضح مدير ضاحية قلاس السيد أسناي بيطرس أن الدعم العيني المقدم وبرامج التأهيل من الاتحاد الوطني للمرأة والجهات الأخرى يسهم كثيرا في تحسين الحياة المعيشية. السادة والسيدات إلى فاصل من ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمراكز النفوذ الجديدة خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند في أوزباكستان، في حين تشهد العلاقات بين موسكو والدول الغربية توترا شديدا. وندد الرئيس الروسي بمحاولات إقامة عالم أحادي القطب، قائلا أن تلك الجهود اتخذت في الفترة الأخيرة شكلا قبيحا للغاية وهي غير مقبولة. وأعرب بوتين أيضا عن معارضته استفزازات الولايات المتحدة في مضيق تايوان، مؤكدا أن بلاده تؤيد سياسة الصين واحدة، وقال أن السنوات المقبلة ستشهد تعزيز العلاقات التجارية بين روسيا والصين. هذا وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بكين ترغب بالتعاون مع موسكو باعتبار البلدين من القوى العظمى. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن الصين قررت فرض عقوبات على الرؤساء التنفيذيين لشركتي بوينغ ورايثيون الأمريكيتين بسبب تورطهما في مبيعات أسلحة لتايوان. ونقلت شبكة CGTN الصينية عن ماو قوله أن الصين ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية بما يتوافق مع تطور الوضع. وفرضت الصين في فبراير الماضي عقوبات على شركتين أمريكيتين، وهما شركة لوكهيد مارتن وشركة رايثيون تكنولوجيز، ردا على موافقة الولايات المتحدة على بيع محتمل لمعدات عسكرية إلى تايوان بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون دولار. وقالت وزارة الخارجية أن الصين تعارض بحزم وتدين بشدة بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان الذي ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة، ويقوض بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية والعلاقات الصينية الأمريكية والسلام عبر مضيق تايوان. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن السفن البحرية الروسية والبحرية الصينية تجري مناورات مشتركة في المحيط الهادئ. وقالت الوزارة في بيان لها في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الدولي، تقوم السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية والقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني بالمناورة المشتركة الثانية في المحيط الهادئ. وستعمل الأطقم الروسية والصينية على مناورات تكتيكية مشتركة، وستنظم الاتصالات بين السفن المجموعة، إضافة إلى إجراء سلسلة من التدريبات بإطلاق النيران المدفعية. وتتمثل مهام المناورات المشتركة في تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين. ختاما لا يسعنا إلا تذكيرا بأبرز العناوين. فخامة رئيس سياس أفريقيا يستقبل المبعوث الصيني في منطقة الغربية. تدريب الطلاب في الإقليم الأوسط. تأهيل المرأة بالماشية في قلاس.
بوتين يشيد بمراكز النفوذ الجديدة خلال قمة إقليمية آسيوية. الصين تفرض عقوبات على أمريكين بسبب بيع أسلحة لتايوان. روسيا تجري مناورات بحرية مشتركة مع دولة نرويجية. في أمان الله وحفظه.